نسبة مسلسل جعفر العمدة والنهاية بتاعته ان هو لقى ابنه، حكاية حصلت لفنان حقيقي. القصة شبيهة شوية بالقصة دي، بس اللي حصل للفنان ده اصعب بكتير من اللي حصل في المسلسل. الفنان ده هو الفنان الكبير عادل ادهم. عادل ادهم حب واحدة يونانية، بعد قصة حب كبيرة جدا اتجوزوا. بعد شهر العسل عادل ادهم كان معروف عنه ان هو متقلب المزاج وعصبي شوية. جه عليه وقت كان عصبي جدا وكل شوية يمد ايده على مراته، لغاية ما مراته عرفت انها حامل في الشهور الاولى، خافت على الجنين اللي في بطنها، قامت واخدة بعضها وقامت مسافرة على اليونان. عادل يدور عليها ما لقاهاش، لقى منها رسالة ان انا رجعت اليونان ولو سمحت ما تدورش عليا. ادهم وقتها ابتدى يتنجم وتعرف جدا في مجال التمثيل واشتغل كويس جدا. وبعد 25 سنة ابتدى يفتكر ان ليه ابنه جاله الحنين انه عايز يشوفه. سافر اليونان كذا مرة بس ما عرفش يعطف في مراته، تليفون انها موجود في مكان ما في اليونان. سافر على طول، واول ما راح لها كان متوقع انها هتطرده بس استقبلته بترحاب كبير جدا. قالت له ابنك دلوقتي في شغله، روح له الشغل واتكلم معاه. المهم راح له الشغل ولقى ملامح عادل ادهم بس على صغير شويه، وعرفه ان هو ابوه وراح ياخده بالحضن. قام الواد زق، قال له ان انت بعد 25 سنه جاي تفتكر ان انت ليك ابن. وقام مطلع البطاقه بتاعته وقال له اسمي على اسم الراجل ده اللي هو جوز مراته، ده ابويا وانت مجرد زبون، ولو سمحت خلص واتكل على الله. ومشي مكسور عادل ادهم، وبعدها جاله مرض وتوفى عادل ادهم.